في مرحلة الانفصال عن زوجها الممثل أحمد العوضي. اكتر خبر محزن النهارده ممكن حد يسمعه من الناس اللي بتحب الفنانه ياسمين عبد العزيز والفنان احمد العوضي هو خبر انفصالهم. بجد انا اتفاجئت وانصدمت والله وزعلت جدا عشانهم، لانهم كانوا هما الاتنين الفنانين المقربين لقلبي، وكنت بحبهم جدا وكنت فرحانه يعني بارتباطهم ببعض وحبهم. بس للاسف تم الانفصال فعلا. ازاي انا ما اعرفش ده؟ يعني كان لسه الفنان احمد العوضي كان منزل بوست من 16 ساعة بس على الفيسبوك، كان بيهني ياسمين بعيد ميلادها، وكان كاتب لها كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، العمر كله ان شاء الله في صحة وسعادة ونجاح. اتفاجئ دلوقتي ببوست له على الفيسبوك على صفحته الرسمية كاتب: تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير. دخلت عشان اتأكد برضو اكتر على صفحة الفنانة ياسمين عبد العزيز، لقيتها كاتبة: تم الطلاق الرسمي وبين احمد وبيننا كل الاحترام والتقدير. ازاي يا جماعة؟ والله العظيم انا مش مصدقة. ازاي يا جماعة؟ الله اعلم. فاكرين توقعات الست اللي بتتوقع دي وبحاجات الله اعلم توقعات ولا ايه؟ كانت برضو قالت على خبر زي ده هيتم انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي. طب هي ايه اللي عرفها الحاجات دي؟ الحاجات دي توقعات ازاي؟ بجد حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يأذي حد. يعني كان لسه من 16 ساعة بس الفنان احمد العوضي بيهنيها بعيد ميلادها، ازاي خلال الفترة الصغيرة دي حصل الانفصال؟ بجد والله بدعيلهم من كل قلبي اللي ربنا يرجعهم لبعض تاني ويصلح ما بينهم يا رب.